يا ترى ايه السبب اللي خلى شركة كبيرة زي شركة مايكروسوفت تتهكر؟ بص، هو لو ما تعرفش فشركة مايكروسوفت اتعرضت لخلل كبير جدا في الأنظمة بتاعتها، واللي بسببه حصل مشاكل أكبر في دول العالم كلها، وحرفيا عينك ما تشوف إلا النور. عندك مثلا شركات الطيران واللي لغت آلاف الرحلات الجوية، وشفنا بعض الجنون والأجواء الهستيرية من الركاب اللي اتلغت رحلتهم، الموضوع كان ترند. عندك البنوك والمؤسسات المالية اللي واجهت صعوبة في معالجة المعلومات بتاعتها، عندك المستشفيات واللي اتأثرت نظام الرعاية الصحية وبسببها ادى الى تاخر علاج المرضى، عندك برضو بعض الحكومات اللي واجهت صعوبه في الوصول للخدمات الالكترونيه البسيطه. طبعا انا عارف انك بتسال دلوقتي نفسك سؤال، ايه السبب اللي حصل لكل ده؟ الموضوع ببساطه ان في شركه اسمها كراود سترايك. الشركه دي متخصصه في مكافحه الفيروسات، واللي بطبيعتها بتوفر برامج الحمايه الامنيه للشركات زي شركه مايكروسوفت عشان تحميها من الاختراق والهاكرز. الفكره بقى ان شركه كراود سترايك دي عملت تحديث في انظمه التشغيل بتاعتها. التحديث ده مصيبه، يعني هو ده السبب اللي خلى كل الكلام ده يحصل، وده الكلام الرسمي اللي طلعت مايكروسوفت وقالته عن الموضوع. الله اعلم بقى اذا كان في انظمه هاكرز هي اللي كانت مسؤوله ورا حاجه زي كده، ولا هي مجرد شويه تحديثات، فمحدش لسه متاكد من الموضوع برضه. بس اللي متاكد منه هو انك هتعمل لايك للفيديو ده وهتعمل فولو. بيس.